روسيا تفاجئ الجميع وستزود المغرب بكميات ضخمة من وقود الديزل، والمغرب يؤدب فرنسا ويجمد الأنشطة البرلمانية معها بعد التحركات العدائية الفرنسية الأخيرة ضد وحدة أراضي المملكة المغربية، خاصة ملف الصحراء وارتمائها في أحضان الكبرانات. وفي التفاصيل، قالت وكالة رويترز أن روسيا ستزود المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط بما يفوق 370 ألف طن من وقود الديزل خلال شهر يناير الجاري، وذلك في ظل تزايد العقوبات الأوروبية في الوقود والنفط الروسي. وأشارت الوكالة السالفة الذكر إلى أن روسيا ستعمل على تزويد القارة الإفريقية بالوقود عبر المملكة المغربية، وبالخصوص بعدما ازدادت حدة الحظر الأوروبي على منتجات الطاقة الروسية. ونقل المصدر ذاته أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك كشف رغبة روسيا في زيادة وارداتها إلى القارة الإفريقية عبر المغرب، وذلك لمواجهة تسقيف الأسعار الذي بدأت تفرضه الدول الغربية، مضيفا أن روسيا ستسعى كذلك لتنمية صادراتها من الوقود لأمريكا اللاتينية وتركيا، إذ تعد الأخيرة من أهم المستهلكين للمنتجات الطاقية الروسية في المرحلة الحالية. ترتقب الرباط زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والتي ستشمل العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها ملف الطاقة. نشكركم على حسن المتابعة.